السلام عليكم البنات ومساء الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. هاد لا فيديو تلقاكم كامل ملاح وبصحه جيده. اليوم جيتكم فيديو جديد وهذا اول فيديو لي في القناه. راح نشارك معكم روتين بسيط ومتواضع، الناس اللي يحبوا البساطه. هذا اول فيديو لي في القناه، وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه، هكا به تكبر ان شاء الله القناه تاعنا كامل. راح نشارك معاكم كما قلت لكم يومياتي البنات البسيطة، يعني كيما نعيش نهاري كيما راح نشاركه معاكم، بلا زوخ بلا فوخ. كما راكم تشوفوا لهنا البنات، هنا اول حاجة درتها كي نضت الصباح بعد ما استقهويت وكامل. هنا بديت بالدار سيقتها كامل البنات، فحفحتها كامل بالايزيس والجافيل، حكيتها كامل. راكم تعرفوا اللي عنده دراري صغار يوميا يردوا الحالة كيما كانت، يعني ما يخليوش كاع حاجه نقيه. ربي يحفظهم كامل. هنايا كان وقت الفطور البنات، كنت حليت الفريجيدير، كنت متحيره واش ندير. قلت بما انه وحدي في الدار يعني ما كانش الزوج، قلت والله غير ندير اطعام. عندي مده ما درتوش باسكو انا البنات الزوج تاعي ما ياكلش اطعام. هنا عندي خضرة كانت بدات راح تفسد لي، قلت والله غير نديرها اطعام. وليداتي عفوا صغار يحبوها تاني، عندي زوج ولاد ربي يحفظهم ويحبوه تاني، باسكو قلت لكم ما نديروش يعني هكا نديرو خطره في الزمان ما يتشهاوه. انا البنات كما راكم تشوفوا عندي اللفت وعندي زروديه والقرعه وحبه طوماطيش وحبه بصل، وعندي تاني شويه تاع الدجاج، يعني كونتيتي تاع الدجاج. قلت نطيبوا بيهم. هنا قشرت الخضره تاعي كما راكم تشوفوا، درك راح نقطع الخضره هكا مرصوات شويه اكبر، دوك تشوفوهم في لا فيديو. ما كانش فينا اللي ما يعرفش يطيب الكسكس، يعني الحمد لله الكسكس الجزائري يعني طبق تقليدي كامل. الناس تعرفوا كل البيوت الجزائرية عندها طريقة كيف تطيبوا. عندنا اللي يديروه مرقة بيضاء وعندنا اللي يديروه مرقة حمراء. أنا راح نشارك معكم اليوم مرقة حمراء. انا كما راكم تشوفوا البنات، هنا جبت القدره تاعي تاع الطين، قلت اليوم راح ندير في قدره هذه تاع الطين عبالكم تجي الماكله تاعها بنينه. قلت ندير فيها هنايا كما راكم تشوفوا، درت الزيت في القدره تاعي ودرت مرصوات هذوك تاع الدجاج، خليتهم هكا يتقلاو شويه عبالكم يمدوا واحد الريحه تشهي. خليتهم تقلاو هكا شويه، ومن بعد ما تقلاو لي راح نضيف لهم تاني شويه تاع عفوا البصل رابيتو ولا تقدروا ترحوه بالاشوار مع طوماطيش، هادوك مولفه نرحيهم البنات، نزيدهم تاني يتقلاو معاه. هنا البنات ما كانش عندي ثوم، كون عندي ثوم كون زدتلو، اللي يحبوا يزيدوا ثوم بيان سور يزيدوا الثوم. وهنا خليت كلش يتقلى شويه، هذاك البصل والطوماطيش والدجاج خليتهم يتقلاو يزيدوا يتقلاو لي شويه مع بعض. ومن بعد راح نضيف لي زيبيس اللي هما راكم تعرفوا، عندنا العكري، عندي الملح، وندير تاني كعب تاع جومبو، وندير شويه توابل تاع الكسكس، وعندي توابل تاع الدجاج والكزبر. هادو البنات راح نضيفهم له كامل ونزيد نخليهم شويه يتقلاو. وهنا بعد ما يتقلاو لي كامل نمرق بالماء سخون. هنايا البنات الخضره ما ضفتهاش في الاول، يعني الا حبيتوا تضيفوها في الاول ضيفوها، باسكو رانا نطيبوا بالدجاج. اللي يطيبوا باللحم بيان سور يخليوا الخضره هي الاخرى باسكو سهله للطياب، واللي يطيبوا بالدجاج يقدروا يضيفوها مع الاول. انا نخلي شويه الماء حتى يبدا يغلي هكا، نرمي الخضره تاعي. راكم تعرفوا القدره تاع الطين يعني الطيب كلش يطيب يذوب، راكم تعرفوا يعني تقريبا كيما لاكوكوت مينوت يتما الطياب تاعها يجي بنين ويجي كلش طايب ذايب. وهنا البنات كنت رحت لدارنا، كي رحت لدارنا كنت جبت معايا شويه كسكس، باسكو ما هي اللي تفتلو ماشي تاع البيع يعني تاع الدار. كنت جبت معايا قيس من طيب خطره ولا زوج خطرات، يعني مولفه كل ما نروح هكا كي نتشهى خطره في زمان نقول الماما تمد لي شويه هكا نجيبو معايا به نديرو كي نتشهاه. كما راكم تشوفوا جبت غير هذه الكميه راح نديرها هذه، وراهي بزاف وتكفيني وتوفيني البنات. هنايا قاعده نفرغ فيه باه نغسلو.
كم تعرفوا البنات يعني الطعام تاع الدار ماشي كيما تاع البيع. تاع الطعام عفوا تاع الدار يجي حبه بحبه، ما يتعجن ما والو، نقدروا نغسلوه وكامل. تاع الوسمو تاع البيع يتعجن ثمثم، لازم تروحي له بسياسه. هنا قاعده نوري لكم يعني ما جاي خشين ما جاي رقيق، جاي متوسط. انا نغسلو كامل كما راكم تشوفوا، ومن بعد نضيف له شويه ملح مع شويه زيت الزيتون ونخليه حتى ينشف. قاعده نحرك فيه هنايا، نخليه حتى ينشف لي كامل باه ندير له التفويره الاولى. وهنا دوك راح نقلو للقصعه باه هكا نقدر نحركو بيديا. هنا البنات كنت شاده تليفون بيد واحده على بها راهي دي فوا لاكام تروح هك وهك. المهم البنات هنايا دوك راح كما قلت لكم نقلو للقصعه ونخليه ينشف ونحركو شويه نخليه ينشف، ونروح ندوز للوسمو للقدره تاعي نضيف هذيك الخضره. قلت لكم بلي كي تبدا المريقه هكا تغلي راح نضيفها. اللي يطيبوا باللحم كما قلت لكم تاني يخلوا الخضره هي الاخرى، واللي بالدجاج يضيفوها مع الاول. وكنت ضفت ثاني الحميصه، كنت ضفتها مع الاول يعني ما صورتهاش ولا راحت لي اللقطه هذيك باسكو الحميصه تاعي يعني ماهيش طايبه مش مخابرك. واللي الحميصه تاعهم طايبه يخلوها تاني مع الخضره هكا، يخلوها يعني حتى يطيب هذاك اللحم تاعكم، وترموا الخضره وتزيدوا الحميصه. انا كما راكم تشوفوا بعد ما نشف لي دوك راح نحطه في الكسكاس باه يدير التفويره الاولى. وهنا البنات كنت قاعده نخمم يعني واش نزيد ندير للعشاء، عبالكم يعني تديري في الغداء وتخمي للعشاء واش ديري. والله الحاجه اللي تحير المراه كامل هو العشاء والغداء. كاع النساء هذه هي الحاجه اللي نكرهوها، وهي واش نديروا للغداء ولا واش نديروا للعشاء. وزيد تاني البنات حنايا باغ اكزومبل يعني اي حاجه ديريها لازم الكسره، لازم تزيدي الكسره. باغ اكزومبل زعما تديري واسمو ديري الشخشوخه ولا اي حاجه هكا يعني المأكولات التقليديه، ولازم تزيدي الكسره. حنايا الكسره ما تخطيناش في الدار سواء في الغداء سواء في العشاء، وانا مولفه نطيب البنات يعني في الغداء وفي العشاء. كي يكون الزوج تاعي في الدار لازم الكسره جديده باسكو ما ياكليش الكسره القديمه، يعني اللي تكون صابحه ولا ما ياكلهاش. راكم تعرفوا احنا القبايل معروفين بالكسره يعني ما تخطيناش في الدار. وسورتو تاني كي اللي يكون تاني عنده دراري صغار هم يحبوا الكسره هكا، سورتو ولادي يحبوا هكا ندير لهم كسره بالفرماج، يعني كي يجوعوا هكا يقولوا لي مدي لنا الكسره. يتما ما نقدرش نطيب طبق واحد برك بلا ما نزيد حتى حاجه. وهنا بعد ما دار لي الكسكس تاعي التفويره الاولى، انا قاعده نشمخ فيه البنات كما راكم تشوفوا. شمخته بشويه ماء ونزيد له تاني شويه زيت الزيتون ونقعد نحل فيه بين يدي هكا، نحركه كامل حتى ينشف ويولي حبه حبه كامل. هذوك البالونات صغار كامل انحلهم بين يدي كما راكم تشوفوا، ونردو تاني باه يزيد يدير التفويره الثانيه. وعبالكم البنات حنايا كل شيء نديروه بزيت الزيتون، يعني ما كانش حاجه هكا نديروها وما نضيفوش هذيك اللمسه تاع زيت الزيتون. مثلا الكسره نطيبوها لازم نضيفوا لها شويه تاع زيت الزيتون باه تجي فيها هذيك الريحه. خاصة المأكولات التقليدية حنايا ما نستعملوش بزاف الزبدة هكا، من في التقلية تاع الماكلة نقليو بالزيت الزيتون. يعني حنايا هكا نضنا، يعني ملي نضنا لقينا امهات تاعنا جدودنا يطيبوا بهذه الطريقة، يعني كل شيء تاعهم يديروه بزيت الزيتون. وهنا راح نحطو باه يدير التفويره الثانيه، ومن بعد كيفور ندهنو بزيت الزيتون ونكون صاي كملت. ونشوف المريقه تاني تاعي الى طابت صاي نطفي الكلش. وهنايا كان قال لي الزوج تاعي يعني في العشيه نخرجوا. اي فرحت قلت اموا نحيو شويه على خاطرنا باسكو البنات ما نخرجش بزاف، نخرج ممكن خطره في شهرين 3 شهور. الا سحقيت هكا نشري صوالح للدراري ولا قش ولا عفسه هكا نخرج مع عجوزتي، نروح نبات عند عجوزتي ومن بعد نخرجوا. خاطر كل وحده ساكنه وحدها وبعد شويه يعني مش من نفس البلاصه، باسكو حنايا البنات دوريجين يعني كما قلت لكم حنا قبايل يعني من بلاد القبائل، بصح وين ساكنين في الصيف فهمتوا، ومش في نفس البلاصه. هي ساكنه في لافيل وانا بعيده شويه على لافيل. الور كي نبغي نخرج نروح نبات عندها وغدوه من ذاك نصبحوا خارجين.
سينو البنات يعني في الايام العاديه كان ندخل لداري نسكر بابي صاين واللي ما نعرف حتى واحد، ما من الجيران الاقارب ما عندي حتى واحد هنايا، الجيران تاني ما نعرفهمش. يعني ملي نوض وانا نفس الروتين ومع وليداتي بيان سور، والحمد لله يا ربي ليسونسيال الصحه ولهنا هذا ما كان. وهنا البنات كما راكم تشوفوا بعد ما طاب الكسكس تاعي، المريقه طابت كلش يعني طاب. هنا دوك راح نحي هذاك الدجاج، انا نحب نزيد نحمره شويه هكا في الكوشه باه يكون محمر، ما نحبش نخليه هكاك. وهنا كنت عمرت الطبسيليه، قلت نروح ناكل وقاعدة نتغدى البنات. اخرج بنين وخفيف وشهيتكم في الجنة ان شاء الله. هنا البنات عبالكم طيب تاع القدرة تاع الطين وحده، ماشي كيما تطيبيه في لاكوكوت ولا في القدرة العادية. هاد لاكوكوت البنات في اسمه في رمضان نطيب فيها الشوربة، وهكا كي نبغي ندير الكسكس نطيب فيها تاني يجي بزاف بنين الماكلة تاعها. وراكم تعرفوا البنات المواعن تاع الطين ولا صوالح تاع الطين الماكله تاعهم تجي بزاف بنينه، خاصه المأكولات التقليديه جربوهم في القدره تاع الطين تشوفوا كيفاه تجي الماكله تاعها، تجي بزاف بنينه وعندها ريحه خاصه يعني وحدها. وانا البنات بعد ما تغديت عبالكم ضربتها برقده، واش نقول لكم خياتي يعني تقول شي عوام ما رقدت. راكم تعرفوا اللي يكون عندهم هكا دراري صغار ولا بيبيات يظلوا يسهروا في الليل كيما انا البنات، خطرات وليدي ما يرقد ليش، خطرات يجيب بيا الساعتين 3 تاع الصباح صديقوا يعني دي فوا يرقد ودي فوا ما يرقدش، يعني قليل وين تصح لي هكا فرصه نرقد، يعني كي تصح لي ما نضيعهاش. المهم وبعد ما نط البنات كنت وجدت روحي ووجدت تاني اوليدي لبست له قشو وحكمنا طريق تاعنا. عبالكم البنات النيه كانت راح نخرجوا يعني سماك برك ندوروا شويه هكا ونولوا للدار، حتى البنات صبت روحي في دارنا عبالكم 150 كيلومتر، يعني تقريبا زوج شويه وشي هكاك. المهم رحت البنات به قال لي نروحوا نجيبوا وليدي، باسكو وليدي الثاني وليدي الكبير كنت خليته في دارنا عند ماما تماك يخرج يلعب مع دراري، هنايا ما عنديش مع من يلعب غير مع اخوه، يظلوا يدبزوا في الدار راكم تعرفوا، بصح تماك يخرج يلعب كاين طبيعه كاين بزاف حوايج تماك. المهم هنايا غير لحقت البنات قلت والله غير نصور لكم هذه الاجواء، شوفوا لي البنات هذه المناظر الطبيعيه. هنايا البنات كنت خرجت وديت معايا هاد القصعه صغيره ولا ما نعرف، المهم رحت هكا نحي شويه تاع الزعروره ولا ما نعرفش كيف تسموها نتوما، وزدت تاني نحيت حبيبات تاع القارص. عبالكم واحد الاجواء البنات يهبلوا كاش نهار البنات الى رحت لدارنا ان شاء الله الا كتب ربي كي نروح لدارنا نشارك معاكم هكا روتينات تماك، تشوفوا الاجواء هكا تشوفوا الطبيعه. سماك كاينه البساطه بزاف البنات يعني بسم الله ما شاء الله، نحب كي نروح لتماك وما نروحش بزاف كما قلت لكم خطره في 3 شهور شهرين. المهم ان شاء الله كي نروح راح نشارك معكم هكاك تماك يومياتي. وهنا حبيت نوري لكم الارانب، شوفوا الارانب الصغار البنات شحال شابين البنات بسم الله ما شاء الله. وهنايا شوفوا الحمامات تاعني البنات، حبيت نوري لكم هكا شويه مقتطفات برك. المهم هنايا البنات نكون وصلنا نهايه الفيديو، ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه. دمتم في رعاية الله وحفظه.